ازيكم يا شباب تالتة اعدادي عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله باذن الله اول حصه من حصص المراجعه النهائيه لتالتة اعدادي. الحصه اللي فاتت كنا نزلناها من كام يوم، تقريبا من اسبوع، كنا بنتكلم عن درس مصر والصراع العربي الاسرائيلي، واتكلمنا في الدرس ده عن ازاي مصر حلت الصراع مع اسرائيل سلميا. وكنا منزلين قبلها درسين، درس بيتكلم عن حرب اكتوبر ودرس بيتكلم عن ثوره 23 يوليو 1952، وكنا كمان منزلين درس ثالث اللي هو مصر والقضيه الفلسطينيه، كده 3 دروس. والدرس بتاع الحصه اللي فاتت كده 4 دروس، لو ما شفتش الدروس دي روح شوفها، الدروس دي مهمه جدا جدا. وكمان نزلنا درس الزراعه في العالم. دي الدروس اللي احنا نزلناها شرح. انا شايف عشان الوقت ضيق مش هينفع ننزل شرح تاني، فالنهارده ان شاء الله هننزل مراجعه. طيب احنا هنراجع ازاي يا مستر؟ هو احنا هنحل في نفس الوقت هنشرح او هنراجع يعني. هنحل المحافظات من كتاب الامتحان بتاع سنه 2025 اللي هو الكتاب الجديد اللي نازل السنه دي. هنحل ان شاء الله باذن الله المحافظات من الاول للاخر بالترتيب من رقم 1 لحد الاخر خالص. واحنا بنحل هنبدا نشرح الجزئيات اللي احنا بنحل فيها علشان تبدا تفهم الحاجه دي جت ازاي. يعني انا مثلا مش هحل وخلاص، لا، انا هقف عند الاسئله وهبدا اشرح لك الجزئيه كلها بتاعه السؤال علشان برضو تفتكر معايا لو انت مراجع، وفي نفس الوقت تكون بتحل معايا. فلو انت لسه ما حلتش في المحافظات تمام حل معايا، لو انت حالل راجع معايا، هبدا اشرح الحاجات القديمه فهتفهم حاجات كتير جدا. يلا بينا بقى نبدأ بأول محافظة عندنا وهي محافظة القاهرة صفحة 88. هنبدأ طبعا بالجغرافيا، بعد كده هندخل في التاريخ. أول حاجة قال لك أمام خريطة لدولة الهند اكتب ما تدل عليه الأرقام الآتية. أول حاجة عايزين نعرف دولة الهند. طبعا كل محافظة يا جماعة بياخدوا 3 دول، أنت عندك في الوحدة الثانية جغرافيا 5 دول، عندك الهند وعندك نيجيريا وعندك ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، كل محافظة بتاخد 3. فأنت شوف أنت محافظة إيه، وشوف أنت عليك أنهي محافظات وذاكرها. اول حاجه بيتكلم عن دوله الهند، خلينا كده نفتكر دوله الهند بسرعه. طبعا دوله الهند فيها هنا خليج اسمه خليج البنغال، وعندنا هنا بحر اسمه بحر العرب، عندنا هنا ساحل اسمه ساحل كوروماندل على اليمين، وعندنا هنا ساحل اسمه ساحل ملبار، عندنا هنا جبال الغات الشرقيه، وعندنا هنا جبال الغات الغربيه، وعندنا هنا جبال الهيمالايا. تمام. عندنا طبعا هنا هضبه الدكن. وعندنا بقى لو جينا نتكلم عن الدول هنلاقي ان هنا في دوله اسمها دوله باكستان بتقع في الشمال الغربي للهند، وهنا دوله اسمها دوله ميانمار. عندنا هنا دوله معظمها بيقع داخل حدود دوله الهند اسمها دوله بنجلاديش، ودي دولة شبه جايبية. يعني ايه دولة شبه جايبية؟ أنا عندي حاجة اسمها دولة جايبية، يعني مثلا لو جينا بصينا على دولة جنوب أفريقيا اللي موجودة جنوب قارة أفريقيا، هنلاقي فيها دولة اسمها دولة لوسوتو. هنلاقي إن دولة لوسوتو داخل جوه أو داخل دولة جنوب أفريقيا، دي بنسميها دولة جايبية، أكن جنوب أفريقيا خدت لوسوتو حطيتها في جيبها، دي بنسميها دولة جايبية. قال لك بقى إن دولة بنجلاديش معظمها بيقع داخل الهند، يعني هي دولة مش جايبية، هي شبه جايبية. طيب تعالى بقى نعرف الخريطة هنا بتسألنا على ايه. أول حاجة جبال، وحاطط هنا رقم 1 طبعا دي جبال الهيمالايا، رقم 2 خليج، قصده هنا على خليج البنغال، رقم 3 بيتكلم عن أكبر المواني. طبعا احنا عندنا 3 مدن في الهند، عندنا دولة اسمها دولة نيو دلهي ودي العاصمة السياسية، العاصمة الحالية لدولة الهند، وعندنا دولة اسمها حيدر أباد دي تحت أحمد أباد، وعندنا دولة ثالثة اسمها دولة مومباي. ودولة مومباي بتقع على ساحل بحر العرب، ودي عاصمة تجارية. ليه عاصمة تجارية؟ طالما هي بتقع على ساحل بحر العرب يبقى أكيد فيها مينا، المينا دي هي موقف السفينة بتركن فيه أو السفينة بتقف فيه لحد ما تحمل بضاعة، عاملة كده بالظبط زي موقف الميكروباصات. تمام؟ قال لك بقى، هو أنا طبعا حاطط لك رقم 3 على المدينة دي، وعايز مدينة إيه؟ طبعا دي مدينة إيه؟ مومباي، ومدينة مومباي هي أكبر المواني. بعد كده بيسأل على دائرة عرض ايه؟ طبعا دولة الهند بيمر فيها دائرة عرض السرطان، مدار السرطان. ده كده أول سؤال. السؤال اللي بعده بيقول لك صوب ما تحته خط. أكبر قارات العالم إنتاجا للقطن. طبعا أنت عندك 4 قارات بينتجوا قطن. رقم 1 قارة آسيا، رقم 2 أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، رقم 4 أفريقيا. بيقول لك أكتر واحدة يبقى قارة آسيا. رقم 2 أكبر الأقاليم الصناعية في العالم الجديد. طبعا أنت عندك 4 أقاليم صناعية. غرب أوروبا أصلا ده عالم قديم، عندك روسيا وأوكرانيا مش أكبر حاجة، ده أصلا موجود في شكل مناطق متباعدة. عندك بعد كده إقليم شرق الصين، وعندك إقليم شرق آسيا قصدي، وإقليم شرق آسيا فيه طبعا جمهورية كوريا وفي اليابان وفي أجزاء عديدة ومناطق عديدة من الصين، وأخيرا إقليم الولايات المتحدة الأمريكية. إقليم شرق آسيا بيقع في شرق قارة آسيا، وده قارة من قارات العالم القديم. إقليم غرب أوروبا من قارات العالم القديم.
اقليم روسيا واوكرانيا قارات عالم قديم، لكن عندنا اقليم اسمه شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه، والولايات المتحده الامريكيه بتقع في قاره امريكا الشماليه، ودي قاره من قارات العالم الايه الجديد. يبقى اكبر الاقاليم الصناعيه في العالم الجديد هو اقليم شمال شرق اليابان. غلط طبعا، هو عامل لك اصلا خط على اليابان، واقليم شمال شرق الولايات المتحده الايه الامريكيه. رقم 3 من النباتات الطبيعيه التي تنمو شمال دوله نيجيريا حشائش. طبعا لو جينا بصينا على دوله نيجيريا هنلاقي دولة نيجيريا فيها حشائش اسمها حشائش السافانا. حشائش السافانا بتنمو شمال الغابات المدارية. انت عندك نوعين من الغابات في دولة نيجيريا، عندك غابات استوائية وعندك غابات مدارية. حشائش السافانا بتنمو فوق الغابات المدارية مش الغابات الاستوائية. طيب يطلق على المرتفعات الشرقية للولايات المتحدة الأمريكية، طبعا دي واخدها أصلا الترم الأول، ومحافظة القاهرة بياخدوا الولايات المتحدة الأمريكية وبياخدوها تاني. طبعا هنا قصده على جبال الأبلاش. الترم الأول انت خدت جبلين في أمريكا الشمالية، سلاسل جبال الأبلاش وسلاسل جبال روكي. طيب نخش بعد كده على بما تفسر. رقم 1 يصعب استخدام الآلات والميكنة الزراعية في الزراعة الكثيفة. لو جينا بصينا على الزراعة هنلاقي إن إحنا عندنا 3 أنواع: زراعة بدائية بسيطة، وزراعة كثيفة، وزراعة تجارية وعلمية. قال لك بقى في الزراعة الكثيفة بيصعب استخدام الآلات والميكنة الحديثة. ليه؟ رقم 1 لو جينا بصينا على خصائص الزراعة الكثيفة هنلاقي إن الزراعة الكثيفة هي زراعة الأرض أكتر من مرة في العام الواحد بهدف إشباع حاجة السكان المحليين من الغذاء. طيب أول حاجة أو أول خاصية من خصائص الزراعة الكثيفة إن هي بتتم زراعة الأرض أكتر من مرة في العام الواحد. رقم 2 الزراعة الكثيفة دايما بقولها للعيال اللي عندي في السنتر، بقول لهم الزراعة الكثيفة بتحتاج أيدي عاملة كثيفة، أيدي عاملة كتير، لأنها بتتم من خلال عمليات عديدة. هو أنا بزرع بعمل إيه أصلا؟ بذر الحبوب، بعد كده الري، بعد كده تنقية الحشائش، بنقي الحشائش يعني. ثالث خاصية من خصائص الزراعة الكثيفة وهي ايه بقى؟ ضيق الحقول الزراعية. مساحة الحقول الزراعية اللي انا بزرعها ضيقة. طيب لو جيت سألتك سؤال وقلت لك لو انا مثلا بزرع حتة صغيرة ينفع مثلا آلة زراعية تدخلها؟ هتبهت الزرع او هتدوس على الزرع ويبوظ. يبقى يصعب استخدام الآلات الزراعية ليه؟ بسبب ضيق المساحة المزروعة، ودي هي الإجابة. رقم 2 تحتل الصين المركز الأول في إنتاج الأسماك عالميا. قال لك إن دولة الصين بتحتل المركز الأول في إنتاج الأسماك. أنت عندك 3 دول بينتجوا أسماك، الصين وإندونيسيا والولايات، 3 دول في إنتاج الأسماك، دايما بقولها كده. طيب ليه بقى الصين مركز أول؟ هو أنا أصلا عشان أصطاد سمك لازم يبقى عندي إيه؟ تقول لي يا مصر لازم يبقى عندي أنهار. أكيد الصين فيها أنهار. رقم 2 لازم يكون عندي بحيرات، طبعا فيها بحيرات، ولازم يكون عندي محيطات. طيب الصين فيها ال3. وانا بصطاد السمك من الاماكن دي بس؟ تقولي لا انا اكيد بصطاد سمك من حاجه اسمها المزارع السمكيه. الصين بقى فيها كل ده. لما يجي يقول لك هو ليه الصين بتحتل المركز الاول في صيد الاسماك او في انتاج الاسماك، تقول له عشان فيها كل حاجه، بسبب وجود الانهار والبحيرات والمحيطات، ودي بنسميها مصائد. يعني مصائد يعني اماكن بتصطاد منها سمك. يبقى تقول له بسبب وجود او توافر مصائدها على الانهار والبحيرات والمحيطات، وبسبب وجود المزارع السمكيه. طيب نيجي على رقم 3 بيقول لك هو ليه الدول الناميه بما تفسر تصدير الدول الناميه خام البوكسيت للدول المتقدمه. احنا خدنا في درس المعادن 7 معادن رئيسيه. طبعا القشره الارضيه بتحتوي على 2000 معدن، احنا عرفنا منهم قد ايه؟ 200 معدن بس. شوف انا براجع لك الجزئيه كلها. طيب قال لك بقى ان في دول بتصدر البوكسيت للدول الناميه، طبعا بتصدر البوكسيت للدول المتقدمه. ليه بقى الدول الناميه بتصدر البوكسيت للدول المتقدمه؟ طيب هو ايه اصلا البوكسيت ده؟ قال لك ان البوكسيت ده هو ماده خام بصنع منها الالومنيوم. يعني البوكسيت ده اصلا مش معدن، هو ماده خام بصنع منها معدن الالومنيوم. انا عشان اصنع معدن الالومنيوم محتاج طاقه كهربائيه، محتاج خبره علميه وفنيه متطوره، محتاج سوق محليه وخارجيه تستوعب الانتاج. قال لك ان الدول الناميه ما فيهاش الكلام ده، لكن الدول المتقدمه فيها الكلام ده. طيب انا علشان اصنع الالومنيوم قلت لك لازم يبقى عندي ال3 حاجات دول، والدول الناميه ما فيهاش الحاجات دي. يبقى هل الدول الناميه تقدر تستخدم البوكسيت عشان تصنع الومنيوم؟ هي اصلا ما عندهاش الحاجات اللي تخليها تصنع الومنيوم. يبقى الدول الناميه يعتبر ما بتصنعش الالومنيوم. طيب يبقى البوكسيت كده ملوش لازمه عندها. هل مثلا نمسك البوكسيت ده نرميه في البحر؟ اكيد لا. بتستفاد منه ازاي؟ ان هي بتصدره بفلوس للدول المتقدمه اللي فيها المقومات اللي تقدر تصنع من البوكسيت الومنيوم. فلما يجي يقول لك بما تفسر تصدير الدول الناميه خام البوكسيت للدول المتقدمه بسبب عدم وفره مقومات صناعه الالومنيوم بها، وبسبب عدم وفره مقاومات تحويل البوكسيت الى الومنيوم بها. يعني عشان ما فيهاش من الاخر مقاومات تقدر تصنع منها الومنيوم، فبتستفاد ازاي من البوكسيت؟ ان هي بتدي له الدول المتقدمه اللي فيه المقاومات اللي تقدر تصنع منه الالومنيوم. طيب طبعا لو انت مش مذاكر انت هتقدر تلم معايا شويه حاجات، ولكن لازم تكون مذاكر كويس جدا علشان تبقى فاهم ومركز. نيجي بعد كده على رقم د، دلل على صحه العبارات الاتيه. وجود علاقات اقتصاديه بين مصر والهند. بيقول لك ان في علاقات اقتصاديه بين مصر
والهند. ايه هي العلاقات بين البلدين؟ تعال نشوف مصر بتدي للهند ايه، يعني مصر بتصدر للهند ايه، وتعالى نعرف الهند بتصدر لمصر ايه، او مصر بتستورد من الهند ايه. لو جينا بصينا على الحاجات اللي الهند بتديها لمصر هنلاقي ان الهند بتدي لمصر التوابل، بعد كده السمسم والشاي، وحاجه اسمها غزل القطن. دي الحاجات اللي الهند بتديها لمصر. طيب مصر بتدي الهند ايه يا مستر؟ لو جينا بصينا على الحاجات اللي مصر بتديها للهند هنلاقي ان مصر بتدي الهند الفوسفات، والفوسفات ده بيدخل في صناعه دبغ الجلود، برضه مصر بتديها دبغ الجلود، والفوسفات بيدخل في صناعه الاسمده الكيماويه، برضه مصر بتديها الاسمده الكيماويه، وهم بيدونا غزل القطن واحنا بنديهم قطن. يبقى احنا بنديهم قطن، فوسفات واسمده ودبغ الجلود، والاسمده والفوسفات ودبغ الجلود مرتبطين ببعض، وكده كده احنا بنديهم قطن وهم بيدونا غزل القطن. هم بقى بيدونا ايه تاني؟ توابل، سمسم، شاي. دي كده العلاقات بين البلدين. نيجي بعد كده على اختر الاجابات صحيحه مما بين القوسين. رقم 1 من المحاصيل ذات الطبيعه الخاصه. طبعا احنا عندنا 3 محاصيل ذات طبيعه خاصه: بن، بعد كده عندنا المطاط، بعد كده عندنا الشاي. هو طبعا مديلك الارز، القمح، القطن والبن. طبعا الارز والقمح من محاصيل الحبوب الغذائيه، القطن من محاصيل الالياف هو والكتان والجوت، يبقى هنختار البن. تعتبر نيجيريا اولى قارات افريقيا او اولى دول افريقيا في انتاج ايه؟ لو جينا بصينا على دوله نيجيريا هنلاقي ان دوله نيجيريا بنقسمها ل3 اجزاء: جزء في الجنوب، وجزء في الوسط، وجزء في الشمال. قال لك ان نيجيريا بتزرع في الجنوب حاجتين: رقم 1 المطاط، رقم 2 الارز. ترتيبها في المطاط هي اولى دول قاره افريقيا، ترتيبها في الارز هي تاني دول قاره افريقيا بعد مصر، وطبعا بتزرع الارز عند دلتا نهر النيجر. طيب يبقى تعتبر نيجيريا اولى دول قاره افريقيا في انتاج ايه؟ يبقى المطاط. لو جه قال لك تاني قاره افريقيا في تاني دول قاره افريقيا في انتاج ايه؟ يبقى الارز. رقم 3 اولى قارات العالم انتاجا للطاقه النوويه. طبعا انت عندك قارتين بينتجوا طاقه نوويه: اوروبا مركز اول، الولايات المتحده الامريكيه امريكا الشماليه مركز ثاني. طيب رقم 4 النشاط الاقتصادي الذي يعد مقياسا رئيسيا لتطور الشعوب. طبعا الصناعه هي من الانشطه التي تطورت وتعد مقياسا رئيسيا لتطور الشعوب. يعني عشان انا اقيس درجه الحراره بستخدم الترمومتر، عشان اقيس المسافه بستخدم المتر او السنتيمتر، وعلشان اقيس الدوله دي او الشعب ده متطور ولا لا بستخدم الصناعه. يبقى الصناعه اداه من ادوات قياس تطور الشعوب. السؤال اللي بعد كده بيقول لك اذكر نتيجة واحدة ترتبت على كل مما يلي. رقم 1 يعني ما النتائج؟ تربية أغنام المارينو بأستراليا. لو جينا بصينا على قارة أستراليا هنلاقي ان قارة أستراليا بتنتج صوف كتير جدا، وهي أولى قارات العالم في إنتاج الصوف. ليه؟ قال لك بسبب وجود أغنام اسمها أغنام المارينو، وأغنام المارينو شهيرة بغزارة صوفها. يعني مثلا لو جبنا أغنام من دولة الصين وجينا نقارنها بالاغنام بتاعت استراليا هنلاقي ان كل غنم في استراليا بيساوي 10 اغنام من الصين من حيث الصوف مثلا. يبقى مين اكتر من التاني في الصوف؟ استراليا. يبقى هي اولى دول العالم في انتاج الصوف استراليا. طب ليه؟ بسبب وجود اغنام المارينو الشهيره بغزاره صوفها. طب تعالى نعكس بقى تربيه اغنام المارينو باستراليا، تقول له اصبحت اولى دول العالم في انتاج الصوف او المنتجه للصوف. طيب رقم 2 الوحده الاقتصاديه الاوروبيه. طبعا انت عارف ان دول قاره اوروبا كلها فيها مقومات الصناعه، وده عشان كده عمل وحده اقتصاديه. الوحده الاقتصاديه دي ادت لايه؟ قال لك ان الوحده الاقتصاديه دي يعني لما دول قاره اوروبا كلهم بقى واحد محدش بقى يدفع جمارك. يبقى الوحده الاقتصاديه ادت ايه؟ ادت الى حمايتها جمركيا من قبل هيئه اسمها هيئه الاتحاد الاوروبي. نيجي بعد كده على وطبعا تحقيق التكامل الاقتصادي. نيجي بعد كده على رقم 3 تنوع تضاريس الولايات المتحده واتساع مساحتها. طبعا لو انت عندك دوله مساحتها كبيره يبقى فيها دوائر عرض كتير، يبقى اتساع المساحه بيؤدي لتنوع المناخ، وتنوع المناخ بيؤدي لتنوع المحاصيل والنباتات، والكلام ده اصلا انت واخده قبل كده يعني. يبقى لما يجي يقول لك ما النتائج مترتبه على تنوع تضاريس الولايات المتحده تقول له ادى الى تنوع المناخ والنبات والمحاصيل الزراعيه. رقم ج بيقول لك ايه؟ تنوعت وتطورت الانشطه الاقتصاديه في العالم مع تنوع وتطور احتياجات الانسان. فضول العباره السابقه اجب عما يلي: لماذا يعتبر النشاط الزراعي ذو اهميه كبيره؟ يعني بيقول لك من الاخر ايه هي اهميه النشاط الزراعي؟ طبعا النشاط الزراعي مهم عشان 3 حاجات. رقم 1 انه بيوفر الغذاء للسكان، هو مصدر اساسي لغذاء الانسان. رقم 2 بيرتبط به تربيه الحيوان. رقم 3 بيوفر المواد الخام اللازمه للصناعه.
طيب ايه هي المواد الخام اللي الزراعه بتوفرها واحنا بنحتاجها في الصناعه؟ رقم واحد مثلا هنلاقي محاصيل الالياف، القطن والكتان والجود بيدخلوا في صناعه المنسوجات اللي هي الملابس، وهنلاقي من المطاط بيدخل في صناعه اطارات السيارات. نيجي بعد كده بيقول لك اكمل الجدول التالي، عامل لك جدول كده كاتب لك فيه البترول والغاز الطبيعي الاهميه اولى الدول. طيب لو جينا نقارن بين البترول والغاز الطبيعي هنلاقي ان اهميه البترول، قال لك ان البترول مهم عشان هو بيرتبط بالتنميه الاجتماعيه والتنميه الاقتصاديه والعلاقات السياسيه. انا دايما بقول للعيال اللي عندي كده، البترول مهم عشان هو بيرتبط بتنميتين وعلاقه، التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه والعلاقات السياسيه. يعني ايه؟ يعني عشان المجتمع بتاعك يبقى نامي او مش نامي، يعني عشان يحصل تنميه، يعني عشان المجتمع يبقى معاه فلوس والناس كلها مبسوطه ماديا ومستوى المعيشه مرتفع، وعلشان الدوله تبقى كويسه اقتصاديا لازم يبقى فيه بترول. يبقى البترول بيرتبط بالتنميه الاجتماعيه والاقتصاديه، وانت لو دوله عندك بترول اكيد الدول كلها تعمل معاك علاقات، عشان كله هيبدا يحتاج منك بترول، وطبعا طالما انت عندك بترول يبقى انت دوله قويه، يبقى بيرتبط بالعلاقات السياسيه. ايه بقى اهميه الغاز؟ قال لك ان الغاز مهم عشان هو بيمثل 25% من الوقود اللي في العالم. الكلام ده كان زمان شويه، دلوقتي طبعا النسبه زادت، ولكن تخيل ان ربع الوقود اللي في العالم بيجي من الغاز، يبقى هو مهم ولا لا؟ مهم جدا طبعا. انت عندك مصادر كتير جدا 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 للوقود، ربعها بيجي من الغاز. طيب ده بس السبب اللي بيخلي الغاز مهم؟ قال لك لا، قال لك ان الغاز مهم عشان هو رخيص الثمن وسهل النقل واقل تلويثا للبيئه. وعلى فكره الغاز يلوث البيئه بس هو اقل حاجه بتلوث البيئه، فلو جه قال لك ان الغاز ما بيلوثش البيئه واحد تقول له صح هو بيلوث بس اقل حاجه بتلوث. طيب اولى الدول بقى المنتجه للبترول، طبعا انت عندك 3 دول منتجه للبترول. رقم 1 دوله عربيه هي دوله السعوديه، بعد كده روسيا، بعد كده الولايات المتحده الامريكيه. بالنسبه للغاز اولى قارات اوروبا، المفروض احنا دايما بنختار اولى الدول من اولى القارات. قال لك لا، هي اولى الدول في انتاج الغاز هي اوروبا، بس اولى الدول هي الولايات، او اولى قارات اوروبا اولى الدول هي الولايات المتحده الامريكيه. طيب نيجي بعد كده على التاريخ. أول سؤال في التاريخ صح وغلط. رقم 1 فساد النظام الملكي كان من عوامل قيام ثورة 23 يوليو 1952. طبعا انت عندك عوامل كتير جدا ادت الى قيام ثورة 1952 زي سوء الاحوال الاجتماعية، سوء الاحوال الاقتصادية، عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة، استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر الداخلية، وهزيمة مصر في حرب فلسطين، واخيرا فساد النظام الملكي. يبقى النظام الملكي كان فاسد عشان كده الثورة قامت، يبقى طبعا صح. رقم 2 يعرف خط الدفاع الاسرائيلي في هضبة الجولان باسم خط بارليف. طبعا غلط. ليه؟ لان اسرائيل كان عندها خطين بتدافع بيها عن نفسهم، خط ناحية مصر وده كان اسمه خط بارليف، وده كان شبه جزيرة سيناء، وخط تاني ناحية سوريا في هضبة الجولان ده كان اسمه خط آلون. بقول لك بقى ان الخط اللي كان عند هضبة الجولان اسمه خط بارليف، طبعا غلط، كان اسمه خط آلون. رقم 3 دعا الرئيس الامريكي روجرز لعقد مؤتمر كامب ديفيد. طبعا غلط، الرئيس اللي دعا لعقد مؤتمر كامب ديفيد كان الرئيس جيمي كارتر. دعا مين؟ دعا كل من محمد انور السادات ومناحم بيجن. طبعا محمد انور السادات هو رئيس مصر، ولكن مناحم بيجن هو رئيس وزراء اسرائيل. طيب امال مين هو مستر روجرز ده؟ روجرز ده اللي عمل او اطلق مبادره اسمها مبادره روجرز اثناء حرب الاستنزاف لوقف القتال بين مصر واسرائيل تمهيدا لحل النزاع سلميا. طيب رقم 4 تخلى الرئيس الاسبق مبارك عن رئاسه مصر للمجلس الاعلى للقوات المسلحه. طبعا صح، لما الرئيس محمد حسني مبارك جه تنحى عن الرئاسه او يتخلى عن الرئاسه، تخلى عن الرئاسه للقوات المسلحه. لما محمد مرسي تخلى عن الرئاسه، تخلى عن الرئاسه للمستشار عدلي منصور. طيب تم انشاء مجلس شورى النواب في عهد محمد سعيد باشا. طبعا غلط، في عهد الخديوي مين؟ اسماعيل ودي اصلا واخدها في الترم الاول، ودي موجوده برده في اخر واحده في التاريخ في الدرس الاول. كان الهدف من انشاء جامعه الدول العربيه تعزيز العمل العربي المشترك. طبعا صح، يعني يمكن محافظه القاهره اغلب اسئلتها كويسه، مش تافهه بس كويسه سهله يعني. دلل تاريخيا على صحه العباره. عندك سؤالين دلل. رقم 1 كان لثوره 23 يوليو دورا مهما في مجال الزراعه. ركز بقى معايا في السؤال ده. قال لك ان ثوره 23 يوليو 1952 كان ليها علاقه او كان ليها دور مهم في مجال الزراعه. طبعا انت اول ما تشوف السؤال ده هتقول لي هي ايه علاقه ثوره 23 يوليو 1952 بالزراعه؟ اكيد مثلا الثوره دي ليها علاقه بالزراعه علشان هي مثلا هنفترض ان هي انشات السد العالي. طيب بس كده؟ في حاجه تانية؟ هتيجي يقول لي لا يا مستر، يعني ما اعتقدش ان ثوره 23 يوليو 1952 بترتبط بالمجال الزراعي غير ان هي عملت السد العالي. عايز اقول لك ان السؤال ده ليه 4 اجابات. رقم 1 انشات الدوله السد العالي. رقم 2 انشات الجمعيات او الثوره يعني انشات الجمعيات الزراعيه.
رقم 3 أنشأت مصانع الأسمدة في أسوان والحديد والصلب في حلوان. طبعا الأسمدة دي اللي بنستخدمها في الزراعة، يبقى قامت بإنشاء مصانع الأسمدة في إيه؟ في أسوان. طيب والسد العالي والجمعيات الزراعية. آخر حاجة خالص أصدرت قانون الإصلاح الزراعي، وطبعا دي علشان او القانون ده يعني علشان تقضي على ظاهره كان اسمها ظاهره الايه؟ الاقطاع. يبقى لما يجي سؤال زي ده اوعى تفكر في اجابه واحده. الثوره عملت 4 حاجات للزراعه، يمكن يكون في حاجه انا مش واخد بالي منها، ولكن هم 4 حاجات يعني. اول حاجه ان هي اصدرت قانون الاصلاح الزراعي، انشات الجمعيات الزراعيه، انشات السد العالي بهدف تخزين المياه، طبعا ده الري الاراضي الزراعيه يعني، الكلام ده على سنه 4 و5 ابتدائي. ورقم 4 والاخيره قلت لك ان هي انشات قلنا الجمعيات، انشات مصانع للاسمده في مدينه اسوان او في محافظه اسوان. نيجي بعد كده على رقم 2، بيقول لك ان منظمه اليونسكو ليها اسهامات عديده في مصر. لو ليك اخ في رابعه ابتدائي هاته كده وقول له هو ايه دور منظمه اليونسكو في مصر؟ هيقول لك حاجتين. رقم 1 اعاده احياء مكتبه الاسكندريه. رقم 2 انقذت معبد ابو سمبل الكبير والصغير من خطر الغرق او خطر الفيضان بعد بناء السد العالي. ولو جبت عيل في سنه رابعه هيعرف يقول لك الكلام ده، لان هم اصلا الكلام ده عليهم في سنه رابعه. فعيب لما يبقى عيل في سنه رابعه عارف الكلام ده وانت لا. يعني لو انت ما تعرفش الكلام ده صدقني يا ابني انت في مشكله، لان فاضل فتره قليله على الامتحان. نيجي بعد كده على السؤال رقم ج، اكتب المصطلح العلمي لكل عباره مما يلي. رقم 1 حرب شنتها مصر بهدف استنزاف طاقات العدو. الحرب اللي مصر عملتها عشان تستنزف طاقات العدو الاسرائيلي اسمها حرب الاستنزاف. يبقى رقم 1 حرب الاستنزاف عشان تستنزف من نفسها يعني. رقم 2 قيام الشعب بانتخاب ممثلين. لما الشعب ينتخب ممثلين، الكلام ده عشان طبعا يحكموا مكاننا ويديروا شؤون الدوله ويحمونا، الكلام ده بنسميه الحياه النيابيه. السؤال الرابع اختر الاجابه الصحيحه مما بين القوسين. تحققت اول تجربه للوحده العربيه بين مصر ودوله. طبعا اول تجربه للوحده العربيه تحققت بين مصر وسوريا من 1958 ل 1961، يعني استمرت كام سنه؟ 3 سنوات. بعد فشل العدوان الثلاثي على مصر 1956 انسحبت القوات الانجليزيه والفرنسيه من مدينه نقط. ركز كده معايا. طبعا 1956 حصل على مصر عدوان اسمه العدوان الثلاثي. مين اللي شارك في العدوان الثلاثي؟ 3 دول، انجلترا وفرنسا واسرائيل. طيب هو ليه مصر يا مستر جه عليها ال3 دول دول، او ليه مصر تعرضت للعدوان ده؟ لو جينا مثلا بصينا على دوله انجلترا، فانجلترا شاركت في العدوان بسبب ان مصر اممت قناه السويس، وتأميم قناة السويس ضر بمصالح الدول الاستعمارية خاصة انجلترا. لو جينا بصينا فرنسا ليه شاركت في العدوان على مصر، هنلاقي ان مصر راحت ساندت حركات التحرر الوطني في دولة الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي. يعني مصر راحت ساعدت الحركات اللي عايزة تتحرر من فرنسا في الجزائر. عشان كده فرنسا بتقول لها يعني انت جايه تساعد الشعب الجزائري عشان يتحرر مني ويطردني، طب انا هشارك عليكي كمان في العدوان. واسرائيل شاركت في العدوان عشان مصر عملت اتفاقيه اسمها اتفاقيه الاسلحه الشرقيه مع الاتحاد السوفيتي، والصفقه دي كانت هتمد مصر بالاسلحه عشان تواجه الاطماع بتاعه اسرائيل في فلسطين. يعني مصر راحت عملت صفقه عشان تجيب سلاح تضرب بيه اسرائيل من الاخر، عشان كده شاركت في العدوان. طيب لو جيت سالتك سؤال وقلت لك هو ايه اللي حصل في العدوان ده، هتقول لي ان انجلترا وفرنسا احتلوا مدينه اسمها مدينه بورسعيد، ولما الجيش المصري راح يدافع عن مدينه بورسعيد ساعتها شبه جزيره سيناء كانت فاضيه هي وقطاع غزه. فمين اللي موجود هنا؟ جدع اسرائيل استغلت الفرصه وتوغلت في شبه جزيره سيناء وقطاع غزه، لكن انجلترا وفرنسا احتلوا مدينه بورسعيد، وده اجابه السؤال، يبقى مدينه بورسعيد. طيب كان من اسباب عدوان 1967 قيام مصر باغلاق خليج العقبه. طبعا مصر اغلقت خليج العقبه احكاما للحصار الاقتصادي الذي فرضه العرب على اسرائيل، ودي انا كنت شارحها الدرس اللي فات في درس مصر والصراع العربي الاسرائيلي. وعلى فكره اغلب الاسئله اصلا انا شارحها في الدروس اللي قبل كده، فانت بجد لو رحت انا منزل قبل كده 4 دروس زي ما قلنا، اللي هم تقريبا الوحده الاولى تاريخ ميعاد درس ثوره 25 يناير يعني، وانا ما نزلتوش بس عشان الوقت ضيق وعايز انزل مراجعات الفتره دي. لو انت رحت شفت الدروس اللي فاتت فهتستفاد جدا طبعا. طيب رقم 5 إعادة طابة للسيادة المصرية عن طريق طبعا محكمة العدل الدولية. يبقى مش المفاوضات، مش الحرب، مش المباحثات، التحكيم. طبعا الإجابة الصحيحة هي التحكيم. لمن تنسب الأعمال الآتية: تولى القيادة العامة على الجبهة المصرية والجبهة السورية، طبعا ده المشير أحمد إسماعيل. تسلم السلطة في مصر لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتعديل دستور 2012. يعني مين اللي تولى السلطة بعد من آخر محمد مرسي؟ طبعا هو المستشار عدلي منصور. تولت رئاسة لجنة الوفد المركزية للسيدات التي تشكلت عام 1920، طبعا دي هدى شعراوي. ماذا كان يحدث إذا لم تقم ثورة 23 يوليو 1952 بتأميم شركة قناة السويس؟ أنا لسه قايل لك إن الثورة أممت شركة قناة السويس، وده خلى إنجلترا تشارك في العدوان الثلاثي. طب لو الثورة ما كانتش أممت قناة السويس ما كانتش إنجلترا شاركت في العدوان الثلاثي، يبقى لم تشارك إنجلترا في العدوان الثلاثي على مصر 1956. السؤال رقم 2
ماذا يحدث إذا لم تصدر بريطانيا وعد بلفور 1917؟ طبعا بريطانيا هي اللي أصدرت وعد بلفور 1917 الذي ينص على تعهد بريطانيا ببذل مساعيها لإنشاء وطن قومي لليهود فين؟ في فلسطين. والوعد ده وصل بوعد ممن لا يملك لمن لا يستحق. إنجلترا لا تملك فلسطين عشان تديها لليهود اللي ما يستحقوش فلسطين اصلا، وما يستحقوش ان هم يبقى ليهم ارض. اليهود دول على فكره كانوا متنطورين كده في كل حته شويه، ما كانوش ليهم ارض قاعدين فيها يعني. واسالوا هتلر على الكلام ده. طيب قال لك بقى ان الوعد ده هو اللي خلى اليهود يقعدوا في فلسطين. طب لو بريطانيا ما كانتش اصدرت الوعد ده، تقول لي لم يتم انشاء وطن قومي لليهود فين؟ في فلسطين. بعد كده لم يتم السماح بهجرة أعداد كبيرة من اليهود إلى أراضي إيه؟ فلسطين. بعد كده لم يتم السماح بانتقال ملكية الأراضي من عرب فلسطين اليهودي عن طريق الإيه؟ عن طريق الشراء. احنا كده يعتبر خلصنا محافظة القاهرة، لأن ده كان آخر سؤال في المحافظة. تعالوا ندخل بعد كده في محافظة الجيزة. على فكرة دايما أنا متعود إن أنا أشرح الدرس كله على سبورة واحدة. ده اللي أنا متعود عليه يعني. مش في السنتر، قصدي على اليوتيوب. فموضوع ان انا امسح واكتب تاني طبعا ده موضوع مرهق جدا. فاتمنى من حضرة سعادة معاليك انك تعمل لايك وكمان كومنت حلو كده شبهك، لانك حلو، فيا ريت تعمل كومنت حلو عشان انت حلو. بعد كده تعمل شير للفيديو، لان تقريبا الفيديوهات بتجيب فيوز قليله، وده ما يفرقش معايا على فكره، لان انا ما يفرقش معايا اول فيو يعني، على قد ان انا كده كده بنزل حاجه على اليوتيوب وخلاص، ما تفرقش بقى. كده كده هتجيب المشاهدات السنه دي، مش هتجيب السنه دي، هتجيب السنه الجايه، مش هتجيب السنه الجايه، هي فعلا مش هتجيب بقى السنه اللي بعدها، لان السنه اللي بعدها اصلا المنهج الثالثه ده هتتغير يعني، فالناس قليله جدا اللي هتشوف فيديو. فيا ريت تعمل شير لاصحابك، فما تبقاش اناني يعني. انت مثلا لو استفدت تعمل يا عم شير لاصحابك، وانت عايز تستفاد واصحابك لا، مش هتلاقي اناني. طبعا محافظة الجيزة وامتحان محافظة الجيزة متقسم لجغرافيا وتاريخ، ده شيء بديهي. هنبدأ بالجغرافيا. جايب لك بقى خريطة العالم. مش على فكرة في الامتحان هيجيب لك نوعين من الخرائط، يا اما خريطة العالم ويبدأ يقول لك هي الزراعة دي ايه، الراعي ده ايه، القارة دي بتنتج ايه، القارة دي مش عارف بتنتج مثلا حيوان ولا بتنتج محصول ايه بالظبط، وهكذا. تمام. يا اما هيجيب لك بقى دولة من اللي انت بتاخدها ويبدأ بقى يقول لك ده جبل ايه، ده سهل ايه، ده بحر ايه، او ده محيط ايه، دي دائرة عرض ايه او مدار ايه. تمام. يبدأ يسألك في الحاجات دي، او مثلا ايه هي المنطقة دي بنستخرج منها ايه، وهكذا. فانت لما تيجي تاخد دولة ركز في الخريطة كويس جدا، ركز في دوائر العرض اللي موجودة، اعرف الدولة، اعرف كل حاجة عن الدولة دي واحفظها وافهمها. طيب اول سؤال بقى بيتكلم في محافظة الجيزة عن الخريطة. أمام خريطة العالم اكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها في كراسة الإجابة. رقم 1 نوع الزراعة السائدة. جاب لك طبعا خريطة على خريطة العالم، وجايب لك على الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا أنت عارف إن الزراعة التجارية والعلمية موجودة في أمريكا الشمالية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، موجودة في قارة أوروبا وموجودة في قارة آسيا. طالما جايب على أمريكا الشمالية يبقى ده نوع الزراعة التجارية والعلمية. رقم 2 أكبر قارات العالم المنتجة للقطن. طبعا هي قارة آسيا، وجايب لك على قارة آسيا، ودي برضو سهلة جدا يعني. رقم 3 تاني دول العالم المنتجة للحديد. أنت عندك أولى دول العالم المنتجة للحديد، الصين مركز أول، استراليا مركز ثاني، وبيسألك عن تاني الدول يبقى هنا قصده على ايه؟ على استراليا. رقم 4 المحيط، طبعا ده المحيط الأطلنطي. رقم ب اكتب ما تشير اليه كل عباره من العبارات التاليه. رعي يمارسه سكان المناطق الصحراويه في مساحات واسعه في قارات العالم. ده طبعا ده الرعي البدائي. طيب رقم 2 استخراج المعادن من باطن الارض، القشره الارضيه او بالقرب من السطح. طبعا دي عمليه التعدين. عمليه التعدين هي استخراج المعادن ومصادر الطاقه من باطن الارض. رقم 3 يعد من اهم مصادر الطاقه لارتباطه بالتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والعلاقات السياسيه، لسه حلينا من شويه كانت البترول. رقم 4 دوله يقع معظمها داخل حدود دوله الهند، ولسه كنت شارحها لك برده من شويه، دوله كان اسمها دوله بنجلاديش. ودولة بنجلاديش أو بنجلاديش يعني دولة بتقع معظمها داخل حدود دولة الهند، يعني دي بتبقى دولة الهند، دي بتبقى دولة بنجلاديش. رقم ج جايب لك جدول بيقول لك إيه بقى؟ قارة، دولة، مدينة، شهرة. دلوقتي هو حاطط لك نقط ومجاوب لك في حتت عشان تعرف برضو تجاوب. لو مثلا جايب لك مدينة وعايزك تختار القارة، بتشوف المدينة دي موجودة في قارة إيه، بعد كده بتختار القارة. لو جايب القارة وبيجيب المدينة، بتروح تشوف شهرة المدينة عشان تعرف تختار المدينة. وصلت؟ طيب القارة جايب لك الدولة نيجيريا، طبعا نيجيريا في قارة أفريقيا يبقى القارة أفريقيا. طيب المدينة نقط وجايب لك شهرة المدينة، مركز للتجارة والتعليم والمواصلات. طبعا أنت عندك دولة نيجيريا فيها 3 مدن أنت خدتهم يعني. رقم 1 أبوجا، وأبوجا هي العاصمة الحالية
وابوجا هي مدينه داخليه حديثه. يعني ايه داخليه حديثه؟ لسه معموله قريب، عامله كده بالظبط زي العاصمه الاداريه الجديده. رقم 2 لاجوس، ولاجوس هي العاصمه القديمه واكبر مدن نيجيريا واكثرها تكدسا بالسكان، يعني من اكثر دول نيجيريا او مدن نيجيريا فيها سكان. رقم 3 ايبادان، ايبادان هي مركز للتعليم والتجاره والمواصلات. طيب يبقى المدينه ايبادان. رقم 2 بقى امريكا الشماليه، وقايل لك شيكاغو. طبعا شيكاغو موجوده في الولايات المتحده الامريكيه. طيب شهرتها، قال لك ان مدينه شيكاغو هي اكبر السهول الوسطى او من اكبر السهول الوسطى اللي موجوده في الولايات المتحده الامريكيه، وبتقع عند بحيره اسمها بحيره ميتشيجن. ميتشيجن دي تحسها كلمه علميه شويه. رقم 1 بيقول لك ايه؟ يعتبر الغذاء الرئيسي لمعظم شعوب العالم. طبعا الغذاء الرئيسي لمعظم شعوب العالم هو محصول القمح. رقم 2 يستخرج المطاط من عصارة اشجار استوائيه. ممكن يجي يقول لك ما اكتب ما تشير اليه كل عباره من العبارات الاتيه. يستخرج من عصاره اشجار استوائيه، يبقى هنا المطاط. طبعا احنا عندنا اشجار اسمها اشجار استوائيه، الاشجار الاستوائيه بتنزل عصاره، احنا بنستخرج من العصاره دي المطاط، يبقى يستخرج من عصاره اشجار استوائيه المطاط يستخرج منين؟ من عصاره اشجار استوائيه. رقم 3 تعد الصين والنرويج وتايلاند من الدول الرئيسيه المستورده للسمك. طالما مش المستورده يبقى المصدره، لانه بيقول لك صحح، حاطط لك خط على المستورده. رقم 4 يستخدم البوكسيت كخام رئيسي لمعدن الألمنيوم، دي لسه حالينها من شويه. بعد كده بما تفسر رقم 1 ينتج القصب او قصب السكر في كل قارات العالم ما عدا قاره اوروبا. قال لك ان محصول قصب السكر ينتج في كل قارات العالم ما عدا قاره اوروبا. ليه؟ عايز اقول لك ان محصول قصب السكر بيحتاج مناخ حار، وقاره اوروبا بتقع في المناخ المعتدل. يبقى ليه قصب السكر موجود في كل قارات العالم الا قاره اوروبا؟ بسبب وقوعها في المناطق المعتدله، وهو محتاج مناخ حار. طيب رقم 2 زيادة معدل الاستهلاك العالمي من اللحوم الحمراء. يعني بيقول لك يعني مثلا دلوقتي لو زمان كان في 100 كيلو بيتم شرائهم من اللحوم الحمراء، فدلوقتي بقى في 300، يبقى المعدل زاد ولا قل؟ طبعا في ارقام اكتر من كده بكتير، بس بقول لك رقم بسيط عشان تفهم. يبقى المعدل زاد ولا قل؟ طبعا المعدل زاد. ليه بقى؟ قال لك ده بسبب حاجتين. رقم 1 زيادة عدد السكان، لما السكان زادوا اكيد هياكلوا اكتر فالكميه هتزيد. رقم 2 هو انا اصلا هشتري اللحمه لو معايا ايه؟ لو معايا فلوس. طالما انا بشتري لحمه يبقى انا معايا فلوس، يبقى بيرتفع مستوى بيرتفع مستوى المعيشه. طيب رقم 3 اهميه الغاز الطبيعي، لسه حاليا من شويه، رخيص الثمن، سهل النقل، اقل تلويثا للبيئه، ويعد او يمثل 25% من مصادر الوقود فين؟ في العالم. بعد كده بيقول لك ايه؟ النشاط الصناعي يعد قمه الانشطه الاقتصاديه المتطوره في ضوء العباره اجب عما يلي. رقم 1 حدد المقاومات الطبيعيه لقيام الصناعه. انا فاكر السؤال ده انا حليته السنه اللي فاتت وانا براجع، كان بيقول حدد المقاومات الطبيعيه والبشريه للنشاط الصناعي. هو هنا قال لك حدد المقاومات الطبيعيه، بس خلينا نقول الاثنين. اول حاجه عوامل قيام الصناعه، عشان يبقى عندي صناعه عندي نوعين من المقاومات، مقاومات طبيعيه ومقاومات بشريه. المقاومات الطبيعيه رقم 1 المواد الخام، انا عشان اصنع لازم يكون عندي ماده خام. رقم 2 مصادر الطاقه، انا عشان اشغل المصنع لازم يكون عندي مصادر طاقه تدي طاقه للمصنع وتشغله. رقم 3 الموقع المتميز، انا علشان يبقى عندي مواد خام ويبقى عندي مصادر طاقه لازم يكون موقعي متميز. والثلاث حاجات دول عوامل طبيعيه. عندي عوامل بشريه زي وسائل النقل، السوق، الايدي العامله، خبره علميه وفنيه متطوره، سياسات حكوميه، دي كده بنسميها العوامل البشريه. ما الاثر الناتج عن الوحده الاقتصاديه الاوروبيه؟ انا قلت لك ان دول قاره اوروبا عامله وحده، ده ادى الى حمايتها جمركيا وتحقيق التكامل الاقتصادي من قبل هيئه الاتحاد الاوروبي. طيب رقم 3 بما تفسر شهدت الهند قفزات سريعه في تطور الصناعه. يعني من الاخر بقول لك ان دوله الهند الصناعه فيها كانت عامله كده، مره واحده بقت عامله كده، شهدت قفزات سريعه. ليه بقى دوله الهند شهدت قفزات سريعه في تطور الصناعه؟ قال لك لان دوله الهند بتهتم بالتطور العلمي، او بتهتم بتطوير التعليم، وبتهتم بحاجه اسمها البحث العلمي. انا لما اعمل بحوث علميه بكتشف حاجات كتير، فبصنع حاجات كتير، وطبعا انا مش هصنع غير لما اطور التعليم. غير كده دوله الهند اصلا فيها مواد خام فتقدر تصنع بسهوله، وفيها مقاومات صناعه، يبقى سبب وجود مقاومات صناعه الماده الخام، تطور التعليم وتطور البحث العلمي. ندخل بعد كده على التاريخ. اول سؤال في التاريخ بيقول لي يعد الاهتمام بالتعليم الصناعي ومراكز التدريب المهني من انجازات الثوره في المجال، طبعا ده في المجال الاقتصادي. رقم 2 تحققت اول تجربه للوحده العربيه بين مصر وسوريا، وقلنا استمرت كام سنه؟ 3 سنوات، ودي احنا لسه حليناها من شويه.
رقم 3 بدأت حرب أكتوبر 1973 وعملياتها العسكرية بسلاح. أول حاجة بدأنا فيها حرب أكتوبر هو سلاح الطيران بقيادة الرئيس محمد حسني مبارك. رقم 4 حدثت مفاوضات سرية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في سبتمبر 1993 أسفرت عن عقد طبعا اتفاقية أوسلو، ودي أنا شرحتها بالتفصيل الحصة اللي فاتت. تاني لو ما سمعش الحصه اللي فاتت روح اسمعها. السؤال اللي بعده لمن تنسب الاعمال التاليه؟ اسس تنظيم الضباط الاحرار. طبعا اللي اسس تنظيم الضباط الاحرار هو الرئيس جمال عبد الناصر. تنازل عن الحكم لابنه الصغير احمد فؤاد الثاني، هنا قصده طبعا على الملك فاروق. قاد خطه الخداع لصرف انظار اسرائيل عن التجهيزات الهجوميه لحرب 1973. بص يا سيدي، في حرب 1973 احنا كان عندنا خطتين، خطه اسمها خطه الخداع وخطه لعبور قناه السويس وتدمير خط بارليف. اللي قاد خطه الخداع لصرف انظار اسرائيل عن التجهيزات اللي احنا بنعملها هو المشير احمد اسماعيل. اللي عمل خطه لعبور قناه السويس وتدمير خط بارليف هو واحد اسمه الفريق سعد الدين الشاذلي. طيب مين هو احمد اسماعيل ومين هو سعد الدين الشاذلي؟ دول من الناس اللي ساهمت في انتصار حرب اكتوبر، هم واحد اسمه محمد عبد الغني الجمصي. طيب المشير احمد اسماعيل قال لك انه كان وزيرا للحربيه وكان قائدا للمخابرات وقائدا للقوات المسلحه. تمام. بعد كده قال لك ان المشير احمد اسماعيل هو قاد خطه لخداع او صرف انظار اسرائيل للتجهيزات الهجوميه اللي احنا كنا بنعملها. ده رقم 2. رقم 3 المشير احمد اسماعيل تولى القياده العامه على الجبهه المصريه والجبهه السوريه، وهو اللي تولى التخطيط والتنسيق على الجبهه المصريه والجبهه السوريه، وفي الاخر حصل على وسام نجمه سيناء. عارف كده نجم الماتش اللي هو مان اوف ذا ماتش في الكوره، برضه في حاجه اسمها مان اوف ذا وور او رجل الحرب، هو بقى اللي حصل على وسام نجمه سيناء. طيب سعد الدين الشاذلي لو مش فاكر او مش عارف مين هو سعد الدين الشاذلي، فسعد الدين الشاذلي حصل على قلاده اسمها قلاده النيل العظمى. غير كده انه حط خطه لعبور قناه السويس وتدمير خط بارليف، ودي اللي احنا عملناها في كام ساعه؟ في 6 ساعات. بعد كده قال لك ان سعد الدين الشاذلي تولى رئاسه اركان حرب سنه 1971 بعد ما الفريق الاول عبد المنعم رياض مات. يبقى مين كان رئيس اركان حرب في الاول؟ عبد المنعم رياض. بعد كده الكلام ده كان في عهد جمال عبد الناصر. بعد كده جمال عبد الناصر مات وتولى مين؟ سعد الدين الشاذلي رئاسه اركان حرب في عهد السادات. بعد كده لما سعد الدين الشاذلي ساب رئيس اركان حرب سابها سنه 1973، واللي مسكها محمد عبد الغني الجمصي. محمد عبد الغني الجمصي اصبح رئيس اركان حرب بعد سعد الدين الشاذلي اللي اصبح رئيس اركان حرب بعد عبد المنعم رياض. وطبعا عبد الغني الجمصي هو اللي وضع دراسه بانسب التوقيتات لدراسه حرب اكتوبر. افتكرها من الساعه، هو اللي حط دراسه بانسب التوقيتات اللي هنبدا بيها العمليات الهجوميه في حرب اكتوبر. رقم 4 بادر بزيارة إسرائيل من أجل السلام، طبعا ده الرئيس محمد أنور السادات. ما النتائج التي ترتبت على معركة رأس العش؟ طبعا كان في عملية اسمها عملية إعادة بناء القوات المسلحة المصرية بعد عدوان 1967. طبعا لو جيت سألتك سؤال وقلت لك هو إيه اللي حصل في 1967؟ مصر خسرت طبعا. فلما احنا خسرنا يعني تقريبا بنتكلم في 10,000 جندي تقريبا، يعني دي الأرقام اللي هم قالوها، وخسرنا أسلحة كتير. وطبعا الجنود اللي موجودين خلاص الروح القتاليه بتاعتهم خلاص انتهت، لان احنا خسرنا حرب فلسطين وكنا هنخسر العدوان الثلاثي لولا تدخل القوى الخارجيه، وخسرنا خلاص العدوان الاسرائيلي 1967. عشان كده احنا عملنا عمليه اسمها عمليه اعاده بناء القوات المسلحه، ومن اسمها احنا عايزين نعيد بناء القوات المسلحه ونجيب ناس جديده، اسلحه جديده، ندربهم تدريبات حديثه وجديده وهكذا. طيب قال لك ان العمليه دي مرت بمرحلتين، مرحله اسمها مرحله الصمود والتصدي، ومرحلة اسمها مرحلة حرب الاستنزاف. طيب مرحلة الصمود والتصدي كان في حاجتين حصلوا فيها. رقم 1 معركة اسمها معركة رأس العش، ودي كانت بين مين ومين؟ دي كانت بين مصر والقوات الإسرائيلية. وقال لك بقى إن القوات المصرية هزمت القوات الإسرائيلية لما حاولت تحتل مدينة بور فؤاد. يبقى لما يجي يقول لك ما النتائج المترتبة على معركة رأس العش؟ تقول له هزيمة القوات الإسرائيلية أو هزمت القوات المصرية القوات الإسرائيلية عندما حاولت احتلال مدينة بور فؤاد مش بورسعيد. طيب رقم 2 التطبيق الغير سليم لسياسة الخصخصة في ثورة 25 يناير 2011. يعني ايه مصر سياسة الخصخصة للي مش عارف؟ سياسة الخصخصة إن أنا باجي مثلا على مدرسة تبع الدولة، طالما تبع الدولة يبقى هي ملكية ملكية عامة، واقوم طبعا الدولة ساعتها ما كانش فيها فلوس، الكلام ده في ثورة 2011، فانا ما عنديش فلوس فبدات ابيع الملكيه العامه للملكيه الخاصه، دي بنسميها سياسه الخصخصه، انا ببيع الملكيه العامه للملكيه الخاصه. فاقوم جايب رجل اعمال واقول له خد المدرسه دي، فيقول لي المدرسه دي بكام؟ اقول له والله العظيم المدرسه دي ب 300 مليون، فاقول لي لا انا هشتريها منك ب 50. اقول له يا عم انت بتهزر، ده 50 مليون ده ما يجيش ربع ثمنها. يقول لي والله العظيم ان كان عاجبك، مش عاجبك يفتح الله.
طبعا الدوله عشان مش معاها فلوس مضغوطه، فبتضطر تبيع الحاجه باقل من سعرها الحقيقي. لمين؟ لرجل اعمال اللي هو ملكيه خاصه. يبقى يعني ايه السياسه الخصخصه؟ هو بيع ملكيه الدوله العامه الى ملكيه خاصه باقل من سعرها الحقيقي، وده اللي بنسميه تطبيق خاطئ. ايه هو التطبيق الصحيح؟ ان انا اشاركه، اقول له المدرسه دي ب 300 مليون، ايه رايك تدفع 49.9% من قيمه المدرسه؟ واحد يجي يقول لي اشمعنى 49؟ يعني عشان لو دفع 50 يقدر ياخد معايا قرارات، لو دفع 49 هو بس يشارك معايا، بس انا صاحب الراي عشان انا واخد اكتر من نص الشركه او اكتر من نص التركه او اكتر من نص المدرسه، اكتر من نص الحاجه يعني. ودي بيعملوها في انديه الكوره. انديه الكوره لما تيجي تساهم مع ناس، او لما انديه كوره مثلا زي مثلا مثال انا ما اعرفش الكلام ده في الفريق ده ولا لا، بس مثلا مدينه مانشستر يونايتد فيها، او مدينه مانشستر فيها فريقين، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. لو مثلا مدينه مانشستر عايزه تشارك رجال اعمال في النادي، وليكن مثلا اليونايتد، بيخلوا رجال الاعمال تستحوذ على 49% من النادي وهم يبقوا 51 عشان هم يبقوا اصحاب القرار. لو 50 الاثنين هيبقوا شركاء. لو طبعا الملكيه الخاصه هتاخد اكتر من 50 يبقى هم اللي هيتحكموا في كل حاجه. عشان كده دايما احنا بنقلل ال 50 بتاعتهم، نخليها 49 مثلا او 48 47 46. تمام؟ فالمفروض كانوا يعملوا الكلام اللي انا بقول لك عليه ده. طيب تعال بقى نجاوب السؤال، ما النتائج المترتبه على التطبيق الغير سليم للسياسه الخصخصه. طبعا ده ادى الى ان لما الناس اشترت المصانع بتاعه الدوله سرحت الاف من العمال، مشوهم ودوهم على البيت، وده ادى الى تحول الاف من العاملين الى صفوف البطاله. يعني من الاخر العمال تحولوا الى صفوف البطاله عشان مش بقوا يشتغلوا. يعني صفوف البطاله الناس اللي مش بتشتغل. السؤال الرابع صح وغلط بيقول لك ايه؟ ادى توقيع معاهده 1936 الى جعل مصر ميدانا لمعارك الحرب العالميه الثانيه. طبعا صح، وده ادى الى استنزاف موارد مصر وارهاق الاقتصاد المصري وزياده معاناه الشعب. رقم 2، اغلقت مصر خليج العقبه في وجه الملاحه الاسرائيليه في مايو 1967. طبعا صح. رقم 3، استشهاد الفريق الاول عبد المنعم رياض في حرب اكتوبر. غلط، اثناء حرب الاستنزاف. طيب استعادت مصر منطقه نويبع عن طريق التحكيم الدولي. غلط طبعا، مصر استعادت مدينه طابه عن طريق المحكمه في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، وده برضه انا شرحتها الحصه اللي فاتت بالتفصيل. رقم 5، تم تسليم السلطه الى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمه الدستوريه العليا في يوم 3 من يوليو 2013. طبعا صح. ما العلاقه بين حركات التحرر الوطني في الجزائر والعدوان الثلاثي على مصر؟ بيقول لك العلاقه بين الحركات اللي كانت في الجزائر اللي عايزه تتحرر من الاستعمار الفرنسي، العلاقه بين الحركات دي ومصر او قيام العدوان الثلاثي على مصر. طيب هو مين اصلا اللي شارك في العدوان الثلاثي على مصر؟ انجلترا وفرنسا واسرائيل. طيب هي حركات التحرر الوطني في الجزائر كانت ضد الاستعمار الفرنسي، يبقى انا مش محتاج ولا انجلترا ولا محتاج اسرائيل، انا محتاج فرنسا. طب ايه علاقه مصر في الموضوع؟ قال لك ان مصر راحت ساندت حركات التحرر الوطني في الجزائر، يعني راحت ساعدت الجزائر ان هي تحرر من فرنسا. عشان كده فرنسا شاركت في العدوان الثلاثي على مصر، ودي هي الاجابه. هتقول ساندت مصر حركات التحرر الوطني في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي، مما ادى الى مشاركه فرنسا في العدوان الثلاثي على مصر. طيب نيجي بعد كده على ما العلاقه بين امريكا وثغره الدفرسوار. كان في قبل كده حرب بين مصر واسرائيل. قال لك ان اسرائيل لما جت تشوف الجيش المصري شافت ان احنا عندنا جيش اسمه الجيش الاول الميداني، والجيش الثاني الميداني، والجيش الثالث الميداني. طيب مين اللي عرف الكلام ده لاسرائيل؟ اجهزه تجسس امريكيه صورت الكلام ده. فاسرائيل قالت لك بدل ما ثلاثه لازقين في بعض، طب ما تيجي هنا نضرب قنبله فالناس دي تتفرق عن بعضها. فقامت ضرب هنا قنبله، فحصل هنا ثغره اسمها ثغره الدفرسوار. رقم ج بيقول لك ايه؟ ادركت بريطانيا اهميه فلسطين لذا سعت لتأييد فكره وطن قومي لليهود في فلسطين. في ضوء هذه العباره اثبت صحه العباره فلسطين اهميه خاصه في قلوب كل عربي. طيب لو جينا بصينا على العرب هنلاقي ان العرب فيهم مسلمين وهنلاقي ان العرب فيهم مسيحيين. قال لك بقى ان فلسطين لها مكانه خاصه او لها جزء عزيز في قلوب العرب، مسلمين ومسيحيين. ليه بقى؟ قال لك رقم 1، المسلمين بيحبوا فلسطين عشان أسري إليها بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، صلى الله على النبي بالمناسبة. رقم 2، علشان ولد فيها السيد المسيح، فكده مين اللي بيحبها؟ المسيحيين، وطبعا احنا طبعا بنحترم كلنا السيد المسيح. رقم 3، قال لك علشان فيها او هي تعد يعني المسجد الأقصى اللي يعد أولى القبلتين وثالث الحرمين. فلما يجي يقول لك هي ليه فلسطين لها اهميه في كل قلب عربي او في قلوب العرب المسلمين والمسيحيين، تقول له لانها اسري اليها بسيدنا محمد ولد بها السيد المسيح عليه السلام، وفيها المسجد الاقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين.
رقم 2، ما موقف الشعب الفلسطيني من اجراءات تنفيذ وعد بلفور؟ انا مستر عايز اعرف اصلا ايه هي اجراءات تنفيذ وعد بلفور. انا لسه قايل لك وعد بلفور هو وعد بيتعهد في بريطانيا لانشاء وطن قومي اليهود فين؟ في فلسطين. وعشان ننفذ الوعد ده كان لازم حاجتين، احنا هنعمل وطن لليهود في فلسطين واليهود مش موجودين في فلسطين، يبقى احنا هنجيب مين؟ هنجيب اليهود نوديهم فين؟ لفلسطين. يبقى هي الاجراءات السماح بانتقال اعداد كبيره من اليهود او بهجره اعداد كبيره من اليهود الى فين؟ الى فلسطين. طيب اليهود خلاص قعدوا في فلسطين، هيقعدوا فين؟ محتاجين ارض يبنوا عليها بيوت. قال لك بقى رقم 2، السماح بانتقال ملكيه الاراضي من عرب فلسطين لليهود عن طريق الايه؟ عن طريق الشراء، ان هم هيشتروها منهم يعني. طيب ايه بقى موقف الشعب الفلسطيني؟ طبعا الشعب الفلسطيني رفض اجراءات وعد بلفور، ورفض انه يطلع من بيته، وعمل عده حركات وطنيه زي انتفاضه 1929 اللي احنا بنسميها انتفاضه 29، وثوره 1936، ودي كانت بقياده اللجنه العربيه، ودي مهمه جدا ممكن تيجي لك في الامتحان وافتكرها، ولو جات لك ابقى ادعي لي ساعتها. يجي يقول لك كانت الثوره العربيه 1936 بقياده ايه؟ او ثوره 1936 بقياده ايه؟ تقول له بقياده اللجنه العربيه. ثوره 1952 بقياده ايه؟ بقياده تنظيم الضباط الاحرار. ثوره 2011 بقياده مين؟ الشعب. ثوره 2013 بقياده مين؟ القوات المسلحه. وضح رد فعل الدول العربية بشأن تقسيم فلسطين لما بريطانيا عرضت قضية فلسطين على هيئة الأمم المتحدة. الأمم المتحدة قررت تقسيم فلسطين إلى 3 أجزاء: دولة عربية ودولة يهودية ومناطق تحت إدارة دولية زي إيه؟ زي القدس وبيت لحم. طيب يبقى دلوقتي الامم المتحده تقسم فلسطين الى دوله عربيه ودوله يهوديه ومناطق تحت اداره دوليه. هل نقبل بالكلام ده؟ طبعا العرب رفضوا مشروع قرار تقسيم فلسطين 1947، عشان كده عملنا حرب فلسطين 1948 بهدف نصره وانقاذ الشعب الفلسطيني من بطش اليهود، وبهدف مساعده الشعب الفلسطيني على اقامه حكومه وطنيه على ارضه. طيب احنا كده حلينا يا جماعه محافظه القاهره وكده حلينا محافظه الجيزه. طيب كفايه اول محافظتين دول النهارده. ان شاء الله باذن الله الحصه الجايه هنحل بقى مثلا محافظه الاسكندريه، وهنحل محافظه القليوبيه مثلا، محافظه المنوفيه، هنحل محافظات زي محافظه الشرقيه، هنحل محافظات زي محافظه بورسعيد، هنحل طبعا محافظه البحيره، يعني هنحل اصعب المحافظات. لو جينا بصينا على محافظات ثانيه زي اسوان وزي محافظات ثانيه غيرها هنلاقي ان الاسئله بتكون مكرره، فاحنا لو حلينا المحافظات اللي انا بقول لك عليها دي هتلاقي ان احنا بنجمع كل اسئله الامتحانات. طيب وانا هحاول برضه اعمل لك حصه مراجعه كده خفيفه نراجع فيها اهم الاجزاء اللي موجوده في المنهج، تمام؟ وهتبقى شرح بس مش هتبقى حل ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه. ادعي لي بس لان انا عندي مشكله وحيده، انا عارف ان انا بشتكي لك كتير من مشاكلي ولكن هي مشكله صعبه شويه، هي مشكله النت. يعني انا بقى لي فتره الواي فاي عندي بطيء جدا، السرعه مش بتعدي 100 كيلو بايت داونلود مش ابلود، فتخيل بقى الابلود بيبقى عامل ازاي. عشان كده الفيديو بيغيب عشان ينزل، ممكن يقعد يومين او ممكن يقعد اكتر من يومين. يعني انا النهارده بصور يوم 16، انا ما اعرفش 16/4 يعني ما اعرفش الحلقه هتوصل لك قد ايه. والله العظيم انا لحد دلوقتي لحد يوم 16 انا ما خلصتش المنهج في السنتر، بس انا منزل لك المراجعه بدري علشان او يعني مصور لك بدري عشان الحلقه تلحق تنزل، تمام كده؟ فاتمنى لو انت استفدت من الحلقه تعمل شير، اتمنى تعمل لايك، واتمنى تسيب لي كومنت حلو زيك. لو انت محتاج حاجه في المنهج او محتاج جزئيه صعبه عايزني اشرحها قولها لي في الكومنتات، ان شاء الله باذن الله لو لقيت كذا حد قايل لي حاجه هجمع الحاجات دي كلها واشرحها، لو ما لقيتش حد قال حاجه برده هجمع اصعب الاجزاء واشرحها برده، تمام؟ اخر حاجه خالص اتمنى انك تكون استفدت، ولو حاسس ان الموضوع صعب شويه في بعض الاجزاء بالذات الاربع دروس بتوع ثوره 23 يوليو 1952 ومصر والقضيه الفلسطينيه وحرب اكتوبر ومصر والصراع العربي الاسرائيلي، لو في اي حاجه صعبه ودرس الزراعه والثروه الحيوانيه ودرس الزراعه والمحاصيل الزراعيه، لو في حاجه صعبه في الحاجات دي انا منزلهم على اليوتيوب، منزل الحصص كامله منزل الحصص كامله بشرح فيها الاجزاء دي وبشرح فيها الدروس دي، روح شوفها، تمام؟ بعد كده تعالى شوف حصه المراجعه، وانا منزل السنه اللي فاتت حصتين تقريبا مراجعه برده روح شوفهم، فانا منزل كذا حصه مراجعه لثالثه اعدادي. ان شاء الله الفتره الجايه احاول انزل حصص مراجعه لحد تاني لو انا فاضي او لو النت اتظبط شويه. اتمنى تكونوا استفدتم. كان معكم مستر محمد خالد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.